السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لجاتو بدون بيض. هاد لو جاتو كنت عملته في فيديو آخر على شكل كروكي، واليوم حبيت نبدل وعملته هيدا كويرات بالمربى. نحتاج في هاد الوصفة نصف كأس من الحليب، نصف كأس من السكر، ونصف كأس من الزيت. نخلي لكم المقادير مكتوبة كذلك بالجرام. ملعقة كبيرة من لافاني، ونخلط مليح هاد المزيج حتى اللي تحسوه مزيج يولي خاثر، يولي عاقد هيدا. من بعد عاد نزيد جوز الهند، تحسوا بلي هذا المزيج يولي ثقيل. خلطوه مليح حتى يذوب السكر. زدت ملعقتين من جوز الهند اللي هي اختياريه، طبعا ممكن تعملوا اي مكسرات تكونوا تحبوهم. انا نحب ذوق تاع جوز الهند في الحلويات، اللي يحب يبدل كل واحد على حساب المذاق تاعو، اللي يحب يبدل يبدل. زدت الكأس الاول من الفارينة مع ساشي من الخميره الكيميائيه، وعاود نزيد نخلط. من بعد شفت بلي مازال يخصها، زدت الكأس الثاني مرة واحدة. توجور الفارينة غربلوها هيدا باش تتهوى ويجيكم الكاطو مهوي ويجي هشيش. انا في الاول عملت كذلك رشة الملح، مازال يخصها الفارينة. زدت نصف كأس كامل، واحد اخر راني نزيدو فيه بالتدريج، لكن نصف كأس زدتو كامل. كل كأس يرفد 100 جرام، يعني 250 جرام، لكن كل واحد على حساب الكأس اللي استعمله، المقدار الكأس اللي استعمله، وكذلك على حساب الفارينة. كاين اللي تكون الرطوبة فيها عالية ما تشربش بزاف السوائل. ما تنشفوش العجينة بزاف بالفارينة باش هيدا لو غاتو من بعد ما يطيب ما يجيناش يابس. لازم هيدا العجينة تبقى كما راكم تشوفوا طرية وتلتصق نوعا ما في اليد. الان نعمل شويه زيت في يديا، ندهن يديا بشويه زيت، لان العجينه كي نطولوا نقعدوا نخدموا بها تبدا تلتصق شويه في يدينا. نعاونوا يدينا، نعاونوا لساننا بشويه تاع الزيت، ونشكلوا كريات ومباشره نحطوهم في جوز الهند، نلفوهم في جوز الهند. كل واحد يعمل جوز الهند كل واحد يعمل كريات، حجم الكريات على حساب اللي يحب. في هذا الأثناء أنا وجدت الصينية عملت فيها ورق الطاي، ممكن تدهنوها بالزيت فقط أو رشة من الفارينة كما حبيتو. مهم دهنوا مليح بالزيت ولا رشوا مليح بالفارينة. أنا عملت فيها ورق الطاي، الصينية حضرتها بورق الطاي. كذلك الفرن عملته يسخن على 180 درجة، أي نار تكون متوسطة. ونلف كل حبة في جوز الهند، ضغطوا مليح جوز الهند على العجينة باش يلتصق. ما تخليوش تتكملوا كامل العجينه عاده تلفوها في جوز الهند، لا، غير خدموا 3-4 حبات ولفوهم هيدا في جوز الهند، لان العجينه لما تنشف ما يلصقش فيها جوز الهند. لما تخدموا هيدا 3-4 حبات مباشره لفوهم في جوز الهند وحطوهم في الصينيه. حاولوا هيدا تضغطوا مليح على جوز الهند مع العجينه وتلفوه على العجينه باش يلصق لكم في العجينه. اللي ما يحبش جوز الهند يعمل اي مكسرات اخرى يحبها. ونحطهم في الصينيه، نحطهم طبعا يكونوا متباعدين لان فيهم الخميره. اي غاتو ساك يكون فيه الخميره توجو حطوهم هكذا متباعدين. هذه هي الكميه اللي عطاتهاني اللي راه في الصينيه. هادو هما الحبات كامل كما اللي راكم تشوفوا. ندخلهم الان للفرن، ما ياخذوش بزاف الوقت. انا طيبتهم من تحت، من بعد قديت النار من الفوق لدقيقتين او 3 دقائق فقط. ما تخليوهمش يطيبوا بزاف من الفوق يجيكم يابسين، غير ياخذوا لون ذهبي خفيف خرجوهم. طفيو باش نقول لكم لما كان في الفرن الثقب هذاك نغلق بفعل الخميره، نتفخ ونغلق شويه غير بالاصبع تاعي في نص الطياب. حليت عليه الفرن وهبطت هذاك الثقب، عاود رديته المكان ديالو وخليته يكمل طيابه في خاطر حوالي 10 دقائق الى ربع ساعه يكون طايب. وفي الثقب عملت انا مربى، ممكن تعملوا شوكولا طاغتيني، شوكولا كراميل، كل واحد يعمل الشيء اللي عنده متوفر. بالنسبه لهذا الشكل الدائري اللي ما عملتش فيه الثقب، هذه كميه اخرى كنت ضاعفت المقادير وعملتها بقشور البرتقال عوض لافاني. كذلك تجي المذاق تاعها روعه. غير كورتو هيداك لفيتو في نواة كوكو وكورتو، ما عملتش فيه الثقب. ممكن نزيدوا عليه خطوط من الشوكولا كذلك يجي تحفه، يجي بنين والطري يدوب في الفم. جربوه البنات وخليوا لي آرائكم لتحت في التعاليق.
يدخل أول مرة يعمل اشتراك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسونيش من دعائكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.